اهلا بكم متابعين برنامجنا وحلقه جديده من مطعم جديد. النهارده هنتكلم عن مكان قدر يثبت نفسه في وقت قصير بتست وطعم قوي جدا للاكل من ايد شيف عالمي محترف. هنشوف النهارده القصه ايه وازاي نختار اكل كويس من عنده بسعر كويس. يلا بينا. جينا بقى وقت الجد، خش عليا يا شيف. جينا بقى لوقت الجد، شوربة السيفود. عايزين نعرف بقى ايه القصة وايه التست اللي بنسمع عنه، والشيف هاني سعد ازاي قدر ان هو يحط نفسه في المنطقة ديت بمطعم هوك بشوربة السيفود. بصراحة الشوربة اول ما دخلت عليا انا شميت ريحتها شوربة سيفود يعني. الله، ولا كلمة. اسم ايدي شيف هاني حاجة رائعة. ده اللي احنا بنقول عليه تيست، ممكن يجيب الزبون، يخلي الزبون يحب المكان ممكن يبقى اسمه كويس جدا. التيست، طعم السيفود. بندور في البرنامج على طعم السيفود بتاعنا، طعم السيفود القوي اللي ممكن يسمع عندنا. خد معلقه كمان، بس معلقه كمان. طعمها جميل جدا. كنافه بالجمبري. الصنف ده بقى تعالالي بقى. كل الناس بتقول كنافه بالجمبري، كنافه بالجمبري. احنا هنا بقى هندوق كنافه بالجمبري من تيست عالي جدا، من مكان يعني معروف عنه الشغل التايلاندي. هندوق الصوص بتاعها، سويت شيلي صوص، يعني باين عليه يعني بيتكلم. سويت شيلي صوص بيتكلم. جمبري ملفوف عليه كنافه باحترافيه، مقلي في الزيت مع صوص سويت شيلي صوص او صوص الشيف هنا، الشيف هاني هو ليه صوصه. طعمه عالي جدا بصراحه. كنافه بالجمبري بجد. انا مبسوط بالاكل هنا قوي حقيقي والله، وده حق المكان عليا. الاكل هنا طعمه عالي جدا. اخد حته كمان، حته بس. عارف الاكل هنا اللي هو عايز تاكل تاني، الاحساس ده احساس حلو قوي. انا بصراحه حسيته هنا، وبصراحه من تاني صنف، مش هقول يعني اكل كتير حواليا اكلته، لا انا بصراحه باكل هنا عايز اكل تاني. الحاجه اللي بمسكها في ايدي عايز حته كمان. جامده. رز تايلاندي بالكاجو زي ما احنا شايفين، عليه جمبري كريسبي مع الجمبري اللي بالصوص الكاري. ده في اي بي، نسال عليه في اي بي لما نيجي المطعم هنا للشيف هاني. نسال على الرز الفي اي بي عشان ناخد الرز عليه كاجو. عارفين يعني ايه كاجو وجمبري كريسبي والرز. هندوق كده بردك ونشوف الرياكشن اللي هيحصل معايا دلوقتي، لان انا خدت انطباع عن المكان تيست عالي جدا ما شاء الله. انا عايز معاك جمبريايه. فالعادة هوك يقدر يقنعك بالاكل. كالعادة. الله، جمبري كريسبي عامل ازاي؟ جمبري جامد اوي. لا الموضوع كبير هنا. لا انا بمسك الصنف مش عايز اسيبه والله. انا بمسك الصنف انا مش عايز اسيبه، حاسس ان عايز اكل بسرعه. ده بقى اللي عمله هوك
الفتره اللي فاتت ان هو قدر ان هو يحط نفسه في قلب السوق بتست قوي جدا، وده ان هو الشيف مشروع. جينا بقى للجد بجد. دايما بنقول العين بتاكل قبل البق. طب شوفوا هنا بقى المنظر عامل ازاي. طبعا احنا بقى ايه، طالعين من الشوربه داخلين في الابيتايزر، كنافه بالجمبري، رز تايلاندي في اي بي كاجو. طبعا كل الطعم ده بيضرب في النافوخ من فوق خالص. نخش بقى نلاقي المنظر ده قدامنا، احنا كده اصلا مستسلمين اوتوماتيك يعني، وطبعا واثقين في الطعم من ايد الشيف. نشوف كده الدنيا فيها ايه. كبيبه، شوف الكبيبه شكلها عامل ازاي، تقول لك كني. والله يا جماعه هوك 100 100. جمبري بتر فلاي بالموتزاريلا. بسم الله ما شاء الله. عايز اقول ايه، عايز اقول يعني الدنيا مش كده يعني. ندوق كده. مفيش حاجه تاكلها من هوك ما تعجبكش، معلش يعني. كل حاجه هنا لها طعم مختلف، حاجه هنا بطعمها. انا كده ابتديت افهم وصدق بنفسي هو ليه مطعم هوك تستو جامد وقدر ان هو يثبت نفسه في السوق، وازاي هوك النهارده يعني واقف في قلب الساحه، واقف عمود اساسي من عمدان مطاعم السمك في بورسعيد، لان هو عنده تست قوي. شيف هاني بيظبط الناس كلها وبيظبطني وبيراعيني انا كمان. وطبعا الميكس المشاوي فيه كابوريا وفيه بكلاويز زي ما انتم شايفين وسبيت وجمبري بالموتزاريلا وجمبري عادي. يعني بصراحه وجبه غنيه جدا جدا نسال عليها، وطعمها زي ما احنا شفنا كده. اللي هيجرب الاكل في المطعم هوك هيجي له نفس احساسي، وانا متاكد من كده. وبكده نبقى وصلنا لاخر حلقتنا من مطعم هوك، وقدرنا نفهم ان انت ما تيجي المطعم ما فيش صنف بنرشحه، كل الاصناف مميزه. وتسلم ايد الشيفات، وانتظرونا في حلقه جديده من مطعم جديد. على خير.